عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. لو أول يومين في رمضان كانوا ملخبطين، لو نمتي متأخر، ضيعتي وقت، أو حسيتي انك مش مركزة، فالفيديو ده ليكي. طبيعي جدا أول يومين يبقوا ملخبطين. احنا لسه بنتأقلم على النظام الجديد، مواعيد جديدة، طاقة مختلفة، والأهم لسه قدامنا 28 يوم. يعني رمضان مخلصش، احنا حرفيا لسه في أوله. مش مهم ازاي بدأنا، المهم اننا نكمل ازاي. فلو حاسة انك محتاجة تلحقي نفسك، تعالي نبدأ من النهاردة. اول حاجة، مفيش حاجة اسمها خلاص ضيعت وقت كتير. كل يوم في رمضان فرصة جديدة. جددي نيتك وقولي يا رب اعمل اللي اقدر عليه. تاني حاجة، حطي هدف بسيط جدا، مش 10 اهداف. اختاري حاجة واحدة بس تبدأي بيها من النهاردة. صفحة قرآن يوميا، صلاة في وقتها، دعاء قبل الفطار. الحاجة الصغيرة اللي دايما بتستمري عليها أحسن من حاجة كبيرة ودايما بتوقفيها. تالت حاجة، ظبطي يومك. نامي بدري شوية، قللي سوشيال ميديا، اعملي لنفسك وقت ثابت للعبادة حتى لو نص ساعة بس في اليوم. أهم نقطة، بلاش مقارنة. رمضان شهر نقرب فيه من ربنا، مش نضغط نفسنا ولا نقارن نفسنا بحد. احنا لسه في يوم 2 رمضان، قدامنا 28 فرصة، 28 بداية جديدة. فلو البداية كانت ملخبطة عادي، المهم اننا من النهاردة نختار نكمل صح. قولولي بقى في الكومنتات، ايه اول حاجة ناويين تبدأوا بيها من النهاردة؟ استنوني في الفيديو اللي جاي.